مشاهدينا الكرام، نرحب بكم أينما كنتم بحلقة جديدة من برنامج خاضع للمداولة. تعود إلى الواجهة من جديد مخاوف من موجة جفاف قاسية تضرب العراق المقبل على أزمة مائية وإنسانية واقتصادية تلوح في الأفق كما يبدو. وبعد تدني مناسيب نهري دجلة والفرات النابعين من تركيا، وقد يجف ضرع النهرين وينضب عطاؤهما في الأمد المنظور، وهذا هو كابوس قد يتحقق ما لم تغير أنقرة سياستها المائية الظالمة. وبعد بقاء أردوغان رئيسا ل5 أعوام أخرى، تعاود الإشراق فتح هذا الملف الحيوي في حلقة جديدة من برنامج خاضع للمداولة التي حملت عنوان عراق بلا رافدين، كابوس تركي غشوم، مع ضيوفي الكرام السيد تحسين الموسوي خبير مائي وزراعي. أهلا وسهلا بك سيد تحسين. مساء الخير عليكم وعلى كل متابعيكم الكرام، شكرا لدعوتكم الكريمة. حياك الله. والسيد الدكتور علي عبد المحسن البغدادي أكاديمي عبر خدمة سكايب من النجف الأشرف. أهلا وسهلا بك دكتور علي. أهلا وسهلا بكم، شكرا جزيلا. حياك الله. سيد تحسين، بداية الإجهاد المائي العراقي مقارنة بدول الجوار كم يقيم؟ بالبداية تحية للأستاذ الدكتور علي، وأنا سعيد أن أكون معه في هذا البرنامج. نتحدث عن الإجهاد المائي، حقيقة ما نقدر نخلي نسبة خاصة، ونحن وصلنا مراحل متدنية يعني نعم. مراحل القياس. يعني اليوم نتكلم عن خزانات فارغة، نتكلم عن أحواض، نتكلم عن بحيرات هي خارج الخدمة، نتكلم عن أمر مروع بالحقيقة، وصل إلى مراحل متدنية وخطرة جدا. وأنا أقول العراق وقع في المحظور، وهذا شيء يجب أن يكون اليوم حقيقة على الكل أن يعي بها، من المواطن البسيط إلى هرم بالدولة. كون أنه هذا الملف بالحقيقة لم يأخذ أولوية وتعرض إلى إهمال كبير، إضافة إلى ذلك التطرف المناخي الذي أضاف جهدا إضافيا على أو أثقل كاهل المياه بالعراق. طيب. حقيقة مثل ما تفضلتي إعادة فتح الملف، إذا نحن نتكلم عن ملف متراكم طيلة هذه العقود لم يصل العراق إلى اتفاقية ملزمة مع دول الجوار في مسألة حصص العراق المائية اللي أدت إلى هذا التراجع الخطير والكبير. العراق دائما الحديث هو عن محادثات لا ترتقي أن تكون إلى مستوى مفاوضات، إلى أن نطق الأمين العام إلى الأمم المتحدة قبل أكثر من 3 شهور في تصريح خطير جدا. طيب. قال بلد النهرين مهدد أن يكون بلد لا أنهر، ومن ثم تكلم دولة رئيس الوزراء بأن العراق بحاجة إلى مساعدة المجتمع الدولي. طيب. ولا هذا التأويل نعم. الذي ذكرت الآن حضرتك على مفاوضات جديدة مع تركيا بشأن حقوق العراق المائية، أساسه وين وصل ومنو دي يبحث بهذه المفاوضات اللي هي جدا مهمة؟ وين وصل لحد الآن؟ نتكلم عن ملف المفاوضات. العراق حقيقة طيلة هذه العقود نعم. كان أنا أقول لم ينجح بالمفاوضات. تركيا دائما تذهب إلى محادثات. طيب. والمحادثات هي عبارة عن مؤتمرات، عبارة عن تبادل الخبرات. المفاوضات تكون هناك شروط ملزمة، تكون هناك حصص ثابتة، يكون هناك التزام بالمخرجات أو الحقوق المشتركة بالنسبة لمصادر المياه. أيضا يسبق المفاوضات إذا كانت هناك مفاوضات بين الدول المتشاطئة والخلافات، تكون لجنة تقصي حقائق قبلها، ومن ثم بعد ذلك يذهب للبحث عن وسيط. أنا أقصد عن التحكيم الدولي. العراق لم يذهب بمفاوض قوي، دائما كان المفاوض العراقي مفاوض. شنو سبب هذا الضعف؟ تعدد مصادر القرار. مسألة لم يكن ملف المياه أولوية. نعم. لم يأخذ العراق بالتحذيرات المستمرة بأنه، وخاصة لنذكر أزمة 2009. إذن لم تكن جدية فعلية باتخاذ القرار تجاه هذا الموضوع المهم. منو مسؤول برأيك عن هذا القرار؟ أنا قلت عندما نقول كل الحكومات المتعاقبة على العراق لم تأخذ. العراق لحد هذه اللحظة للأسف يعيش زمن الوفرة.
يعني هذا المفهوم تغير. مسألة المياه بالكوكب بصورة عامة، نقص المياه وحرب المياه، وهي نقص المياه، قلة المياه، شحة المياه، حرب المياه، استخدام المياه، استهلاك المياه، كل هذه القواعد العراق خارج اللعبة. لم يكن هناك أولوية لهذا الملف. أنا قلت الحكومات المتعاقبة إلى أن وصل الوضع إلى وضع حقيقة اليوم نتكلم عن خزانات فارغة. نعم. نتكلم سدود، نتكلم عن تصحر، نتكلم عن هجرة، نتكلم عن مسببات مرضية، نتكلم عن أزمة اقتصادية لربما ستتطور إلى أزمة تهدد السلم المجتمعي. هذه كلها اليوم نتكلم عن المياه. أزمة المياه هي في الحقيقة فقر، نعم، هي في الحقيقة مجاعة، هي في الحقيقة نقص في التعليم. ستتضرر الفئات اللي تكون أكثر هشاشة، ستتضرر النساء، ستتضرر صغار السن، ستتضرر الكبار السن. طيب. كل هذه المصطلحات كلها بسبب المياه. أنا قلت العراق لم يعي أنه الآن يعيش زمن شح المياه. هذا جانب. الجانب الثاني أيضا التعسف اللي مثل ما تكلمت به، واستغلال ظروف العراق خاصة من الدول المتشاطئة. عندما نتكلم عن الجانب التركي، خرق كل الاتفاقيات والأعراف الدولية. نعم. تركيا أنشأت سدود وأنشأت وحرفت الأنهر وخزانات، ولم تأتي بدون علم العراق. يعني دائما نلاحظ العراق من يتحدث يقول أنه تركيا أنشأت بدون علمي. طيب، الحركة إلى المجتمع الدولي لا ينتظر أن يأتي إليك لحل مشاكل. كان على العراق نعم. الذهاب على المجتمع الدولي وإيقاف هذه التجاوزات بالعودة إلى القانون الدولي والأعراف الدولية والاتفاقيات السابقة. يعني هناك أيضا كانت اتفاقية ثلاثية، العراق سوريا تركيا. نعم. وخاصة الاتفاقية الأشهر اتفاقية لوزان والبند 108 الخاص بنهر دجلة والفرات، على أنه لا يجوز دول المنبع بناء السدود والممرات وحجز المياه إلا بموافقة دول المجرى. هذا ما حدث مع تركيا. نعم. أنا قلت مثلما استقل، حتى حدث مع الجانب السوري. أزمة سوريا أيضا استغلتها تركيا وتعرضت الأزمة دون رادع حقيقة، ودون حركة من هذه الحكومات. يعني احنا حتى نلاحظ اليوم من نريد نتكلم نلاحظ أنه هناك تبادل تجاري مع الجانب التركي يصل ل 24 مليار دولار، موازنة ضخمة جدا، يعني تعادل موازنة دولة مصر بأكملها. طيب، هاي نقطة أو ورقة فقط. نعم. نأتي إلى الجانب الأمني عندما تستبيح تركيا وتدخل في عمق الأراضي العراقية لمتابعة حزب العمال الكردستاني في هذا الملف. نأتي إلى ملفات استثمارية كبيرة، نأتي إلى علاقة حسن الجوار. هذه كلها أنا حقيقة أقول استغل ضعف العراق، فأصبح العراق ملف اقتصادي بالنسبة لتركيا في عملية المياه. طيب، نعم. نعود الآن للدكتور علي. دكتور علي، أردوغان رئيسا من جديد، وهو الذي شهد حكمه الآن افتتاح سد أليسو، وهو غيره من السدود التي أنشئت على مشروع الغاب. ماذا يعني ذلك؟ شنو اللي راح يترتب عليه فيما بعد؟ نعم، شكرا جزيلا. تحية لحضرتك، تحية لضيفك الكريم، قناتكم الكريمة. عيني، احنا التعامل مع حكومات الجوار، سواء تركيا أردوغان أو غيرها، احنا ننطلق من انفعالات عاطفية وليس من مصالح استراتيجية. هذا ذكر ضيفكم قبل شوية. نعم. قضية السدود اللي تتحدثين عنها حضرتك، هذا الموضوع مو جديد. قبل ربع قرن من الآن مجلة اسمها مجلة النور تصدر عن مؤسسة الإمام الخوئي في لندن. نعم. فتحت ملف اسمه ملف حرب المياه. نعم. تحديدا عام 98. وأنا في ذاك الوقت قرأت المجلة، يعني ولا تزال عالقة في ذاكرتي. ما نذكره الآن وما نتكلم به وما يتكلم به الآخرون هو عبارة عن مقدمات لموجة من التصحر والجفاف وهلاك الماشية وهلاك الزرع إلى آخره. هذا السد الذي بداه الرئيس أردوغان سيبني غيره، وستبني تركيا غيره، لن تتوقف تركيا. احنا تعاملنا مع الجانب التركي تعامل عاطفي، اندفاع عاطفي. احنا لحد الآن ما صرنا برغماتيين، لا لوحنا بقضية انفصال الإقليم،
اللي هي تعتبر الآن أحكيها بصراحة البعبع اللي يخوف تركيا وإيران وسوريا هو قضية الدولة الكردية. احنا طيب. لحد الآن ما استخدمناها كورقة ضغط فعلا. لم نستخدم شوفي حسن الاستخدام هنا، لم نستخدم ورقة البككة بصورة صحيحة، لم نستخدم علاقاتنا مثل ما تفضل ضيفكم التجارية والاستثمارية مع تركيا. تركيا الآن بدأت تتغول في المنطقة، تركيا الآن بدأت تكبر ويكبر حجمها. تركيا الآن أصبحت رقم صعب جدا في حلف الناتو بعد أن كانت تحتاج إلى حمايته باستمرار. طيب من هو على رأس المسؤول على رأس هذه القضايا اللي ذكرتها حضرتك؟ يعني القرار بالعراق قرار مشترك. نعم. احنا ما عندنا مثل قبل حكومة الحزب الواحد، الآن احنا عندنا حكومة تعددية، عندنا بيها أكراد عندنا بيها سنة، عندنا بيها شيعة، عندنا بيها تركمان، عندنا بيها مكونات، ذولا كلهم يشكلون مكونات الشعب العراقي. القرار ما يطلع ارتجالي مثل سابقا رئيس واحد ويتخذ قرارات، واغلب القرارات ودت العراق في مصائب لحد الآن احنا نعاني من عدها. هذا القرار مشترك، يعني هذا قرار سياسي قبل أن يكون قرارا اقتصاديا أو قرارا أمنيا. يجب أن تكون القيادات العراقية التي تدير البلد الآن، احنا بلد مكونات، هذا واقع لازم نتقبل. نعم. والحكومة الآن هي حكومة اتحادية، يعني هذا مكونة من مجموعة ائتلافات ومن مجموعة أحزاب من مختلف المكونات العراقية. القرار ينبغي أن يكون قرارا مشتركا حتى يكون له قوة، يكون بعد استراتيجي اتفاق هذه المكونات على إيقاف تركيا عند حدها بموضوع المياه. طيب. على الأقل. طيب الحكومة الآن بتبنيها مشروع التنمية، ألا تعتقد أنه هاي ورقة مهمة جدا تكون كبوابة، يعني هي تكون كبوابة إلى أوروبا؟ ما نقدر نستغل هاي الورقة لجعل هذه السياسة تفاوضية مائية ما بين البلدين؟ هذا ممكن إن أحسننا استخداما. نعم. طيب نشوف الحكومات السابقة الآن معول على هذه الحكومات. احنا ما نحكي على الحكومات السابقة ولا نحكي على الحكومات اللي راح تيجي بعد سنة أو سنتين أو نعم. 3 كمخرجات للانتخابات. احنا نحكي كوضع سياسي لبلد، هذا نحكي كدولة مو كحكومة. الدولة العراقية لحد الآن لم تتخذ قرارا استراتيجيا اتجاه موضوع المياه مع تركيا. طيب هي عندها الوعي الكافي انه هذا الخطر؟ لا الوعي أستاذة الوعي ما يكفي. أنا اليوم يعني أنا أقول لكم مقولة لينين يقول الوعي بالقضية أهم من القضية. أنا عندي وعي بالقضية، لكن كيف أقدر أتخذ قرارا استراتيجيا على مستوى الدولة؟ نعم هذا هو الوعي موجود، إذن القرار يجب أن يتخذ بالطريقة الصحيحة كما ذكرت حضرتك. نعم لكن من يتخذه لازم يكون مشترك، لأن أنا مو أتخذ القرار كشيعي والسني والتركي والكردي والتركماني ضدي، ولا أتخذ القرار كسني وشيعي والآخرين يوقفون ضدي. هذه مسألة مصالح. احنا الآن حقيقة أقولها ومسؤول عن كلامي، نحن نتعرض لخطر وجودي أخطر من وجود داعش قبل سنوات. نعم في العراق فعلا خطر وجودي يهدد وجود العراق. العراق عام 80 بحسب البيانات الإحصائية سيصل إلى 80 مليون نسمة. هذا رقم مهول، هذا يحتاج إلى خدمات وإلى مياه احنا أغلب صناعاتنا وحياتنا قائمة على المياه، من أول ما نقعد الصبح إلى أن من ننام بالليل كل شيء يدخل المياه في حياتنا. حتى الأديان تحدثت عن المياه، القرآن يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذا احنا نتعرض إلى خطر وجودي. يعني داعش وقتالنا لداعش لسنوات سيعد نزهة لما سوف نشهده بال50 سنة القادمة. طيب سيد تحسين، أبرز أدوات الضغط العراقي على تركيا تكلمنا به كمقايضة بملف المياه هو سياسي ربما بالتنسيق حول ملف العمال الكردستاني كما ذكر ضيفي. هل هو سياسي أم اقتصادي؟ يعني يجب أن نحدد، أو هي الاثنين بالطريقة الصحيحة نستخدمها؟ بالبداية صح الاثنين نستخدمها بالطريقة، لكن
اضم صوتي لصوت الدكتور. نعم. انه نتعامل مع هذا الملف اخطر من داعش. أكيد. ويمكن قبل سنه تحدثنا انا وجناب الشيخ نعم. بهذا المنبر الكريم. بالضبط. وقلنا نتعامل وياه اخطر من كورونا كجائحه. هذا طيب جانب. سنه تمر سنه تمر سنه ولا توجد اي خطوه تجاه هذا المشكله حددها الدكتور، وهي انه ما نتحدث عن حكومات، انه ملف المياه لا يخضع للمتغيرات السياسيه والمزاج السياسي. نعم. نقطه راس سطر، هذا يبتعد. يعني اليوم اتعامل ويا ملف وجودي، يعني فعلا. اليوم احنا من داعش هدد الوجود بالعراق، هدد الانسان بالعراق. لاحظي انه كل المؤسسات توقفت، كل الدعم اصبح لصد هذا العدو. طيب. وكذلك الوباء. خلي يكون الاهتمام تشريعي. هل هو موجود تشريعي قرار حول هذا الملف المهم بالمقايضه موجوده الان لو موجود؟ مو المشكله اللي يعني اتحدث عنها الدكتور تعدد مصادر القرار. خلي يكون تشريعي. افقدته اولوياته. نعم. احنا لازم هذا الملف يكون بمعزل حتى عن التغيير السياسي. انه ملف المياه نتعامل مع ملف الحياه والوجود. أكيد. كيف هذا يخضع للمحاصصه؟ كيف يخضع للمزاج السياسي؟ كيف يخضع للعلاقات والمجاملات؟ كيف؟ أنا هذا. وبالمناسبة بعد أنا أضيف للدكتور أكثر، هذا الملف سيهدد أكبر تحدي لأي حكومة لا بل للعملية السياسية. فعلا. إحنا اليوم نتكلم عن ملف مثل ما أتكلم، إحنا عام 2008 إنه نوصل 80 مليون نسمة، عام 2005 نوصل لهذا الرقم، والطلب على المياه متزايد. أكيد. وإحنا فقدنا العرض. يعني اليوم نتكلم العراق من فقط 70% لكن بعد يعني بالمجال موجود مشروع تنمية. نعم. هذه أكبر ورقة ضغط موجودة للعراق تجاه تركيا، نقدر نستخدمها. لكن الوعي الحكومات اللي ذكرها الدكتور وحضرتك، وعي الحكومة غير موجود بالنسبة الكافية اللي تكون إنه هي أخطر من داعش نفسه أصلاً. المشكلة احنا هنا دا يضغطون أصدقاء تركيا في هذا الملف، مو الحكومة عندها علاقات. نعم. كل فئة عندها علاقة صداقة مع فئة. طيب. فتحفظ هذه العلاقات وهذه الصداقات. يا ريت هذه الصداقة تستثمرها لصالح الملف الداخلي. هذا الجانب اللي يتكلم عليه، من نقول انه هناك جهة حزبية لديها علاقات جيدة. طيب ليش ما تستخدم هذه العلاقات الجيدة في ملف المياه؟ طيب الوعي الشعبي بحراجة هذا الموضوع كيف تقيم؟ هذا جانب ثاني. العراق لا توجد فيه ثقافة مياه، ثقافة متدنية جدا تبدأ من المواطن إلى أعلى الهرم. وأنا قلت في بداية الحديث نحن لا زال نعيش زمن الوفرة، نفس الزمن. ونتعامل اليوم يجب أن نعتبر المياه سلعة، وسلعة ثمينة يجب الحفاظ عليها. نعم فعلا. أولا نجي جانب ثاني، جانب الحصار، الترسانة اللي ضربت العراق، يعني دول الجوار مدى ترحمها مسألة المياه. الجانب الآخر يتحدث عن التطرف المناخي اللي أدخل العراق ضمن 5 دول مهددة. هذا جانب خطر جدا. نعم. هذا أيضا لازم نتعامل وياه. عملية استخدامنا وثقافتنا للمياه لا توجد قوانين رادعة. أيضا هذا السبب. أيضا هذا السبب يعني تعطي للحكومة التركية حقها. احنا هسه تقول أنتم غير مستثمرين للمياه بالصورة الصحيحة. قالها السيد رجب طيب أردوغان. نعم. مع السيد السوداني. نعم. طبعا هي زيارة لم يكتب لها النجاح بالمناسبة. نعم. كيف؟ عندما ذهب أولا نتكلم احنا حوض الفرات يشهد ضرر أكثر من دجلة. أكيد. فالرئيس التركي أطلق على حوض دجلة، لأن تركيا تتعامل مع دجلة والفرات كحوض واحد، وهذا خرق للقانون الدولي. أكيد. هذا جانب. وأعطى 200 متر مكعب بالثانية لمدة شهر. هذا الجانب أنا أعتبره سلبي الآخر. طيب نتكلم عن هذا الجانب، هل زيارة السيد رئيس الوزراء كانت لشهر أم لبحث تقاسم الضرر بالعرف الدولي بالشحة وقلة المياه وفقر المياه يتم تقاسم الضرر؟ طيب. هل كانت هناك لجنة تقصي حقائق بالضرر الذي أصاب تركيا بحجم الضرر الذي أصاب العراق، وبالضرر الذي أصاب إيران بحجم الضرر الذي أصاب العراق؟ هنا تبدأ المباحثات، هنا تبدأ المفاوضات. طيب. لا، العراق اليوم للأسف الشديد لحد هذه اللحظة لا يوجد وعي ولا حتى وعي سياسي بهذا الملف. يعني اليوم خلي نعبر مسألة التحذيرات. اليوم احنا قلت احنا بالمحظور. نعم. اليوم نتكلم غادرنا
ألقينا نظرة الوداع على الخطة الصيفية، ونتكلم اليوم عن مياه شرب ولربما نوفر للبساتين. هذا جانب. في خزين شارف على النفاذ لا يتجاوز 7 مليار متر مكعب. نعم. طيب، وسنوات الجفاف حسب المتنبئين قادمة. نرجع إلى سياستنا المائية، سياسة خاطئة. أولا لحد هذه اللحظة هي أصلا السياسة الخارجية المائية والداخلية خاطئة، لأن مثل ما تفضلتي لحد هاللحظة احنا قواعد اللعبة ما مشتغلين صح. أولا نعم. ما محددين منو مسؤولية المياه، فقط نأتي إلى وزارة الموارد المائية، توفير المياه، المفاوضة على المياه، توزيع المياه. هذا خطأ كبير. اليوم إدارة المياه بيد مستخدمي المياه، الزراعة مستخدم للمياه، الاقتصاد مستخدم للمياه، الصناعة مستخدم للمياه، نعم. النفط مستخدم للمياه، أكيد. الاستخدامات الحياتية مستخدم. إذن مستخدمين المياه من يديرون المياه. هذا جانب. الجانب الثاني اليوم حتى من نجي للسلطات التشريعية والرقابية، اليوم لجنة الخدمات مسؤولة على التدهور البيئي والنهر اللي أصبح عبارة أمن المياه اليوم في خطر بسبب الملوثات. هذا جانب. لجنة الخدمات وين دورها الرقابي؟ اليوم الوزارات اللي أصبحت استباحت النهر وبدأت تتجاوز عليه إلى أن أصبح مصدر للأوبئة والأمراض. اليوم نتكلم عن وزارة الثقافة اللي المفروض تتكلم عن الحفاظ على النظم الأيكولوجية وخاصة الأهوار العراقية اللي هي محمية دولية. اليوم نتكلم عن وزارة الخارجية اللي نطق الأمين العام وهي ما نطقت. اليوم نتكلم عن المحافظين وواجبات المحافظين. هي واجب جماعي مثل ما مركب. طيب. واجب مركب ومسؤولية مركبة. لحد هذه اللحظة قواعدنا خطأ، لا يوجد لدينا تخطيط. اليوم نتكلم فقط نعتاش على الأزمة، نعتمد على حلول السماء. نعم. أتى الحل من السماء، أصبح لدينا وفرة وإسراف وغيرها. لا يوجد لدينا تخطيط. اليوم العالم كله يخطط إلى أزمة المياه، إلى حرب المياه القادمة. ما من عام 90 سليمان أدميريال الرئيس التركي من افتتاح سد آتاتورك قال الآن سيقايض الماء بالنفط، يقصد على العراق. نعم. واجت هذه السنوات. اليوم هذه الترسانة اللي انبنت، هذا حصار اقتصادي. العراق سيكون ملف اقتصادي لتركيا. لا يستطيع. نتكلم اليوم عن عجز تام. يعني ايش ننتظر احنا اليوم؟ اولا جتنا موازنة انفجارية. لربما انا على احد القنوات الاعلامية حتى للاسف الاعلام ما نطاني، وانا عذره لان ما عندنا معلومه كافيه. نعم. قلت العراق ليس بحاجه في هذه المرحله الى بناء جسور ومولات وغيرها. انا لا اقصد ان نحن لا نحتاج الخدمات ولدينا خلل كبير في الخدمات، لكن هناك خطر جدا. نحتاج الى تامين الملف المياه. اليوم اسوأ موازنه هي وضعت للملف المائي، والعراق يشهد تدني. اليوم العالم كله يصرخ ان العراق مهدد والعراق يتعامل. اذا حتى المجتمع الدولي لا يمكن أن يساعد العراق بهذه الظروف وهو لا يعي خطر المشكلة وليس له استعدادات لحل الأزمة، ولم يذهب إلى تطوير استخداماته بالمياه. نعم. هذه المشاكل كلها الداخلية ما حليناها. نقدر نحل ملف خارجي معقد؟ أكيد أكيد. إضافة إلى ذلك لحد هذه اللحظة العراق ما استخدم وسيط دولي قوي لملف المياه. نعم، حتى عندما نطالب بحصص المياه العراقية، بل بالعكس دول المشاركة المائية تقول نحن نحفظ في هذه السدود حصة العراق كي لا تذهب هدر وإسراف ونعطيها في وقت الحاجة. طيب. لاحظي كيف وصل الوضع بالعراق ولأي خطر. ونتكلم عن استراتيجية صحيحة؟ لا، أكيد هذا المفهوم خاطئ. طيب دكتور علي، الورقة التفاوضية المائية ما بين العراق وتركيا، هل هي عبارة عن توافقات سياسية أم مصالح سياسية أو أحزاب تترتب عليها إصدار القرار المناسب لهذا التفاوض المائي؟ منو المسؤول؟ عيني. طبعا ضيفكم أشار إلى نقاط مهمة جدا. واحدة من هاي النقاط اللي أشار لها أنه موضوع العلاقات الأحزاب السياسية. شوفي عيني، يعني عذرا للعبارة، احنا عندنا تكاكين بالعراق، يعني كل واحد عنده دكان. طيب أنا الأحزاب اللي دارسها واللي أدرسها الطلابي، الأحزاب السياسية كجزء من المادة العلمية، إلها هدف هو الوصول للسلطة لغرض تحقيق مصالح الحزب
اللي يعتقدون انها مصالح البلد اللي راح يحكموا. هذه نقطة راس سطر. يعني الحزب مو دكان، احنا اللي عندنا الان دكاكين عيني، كل واحد عنده مصلحته مع الفلاني، مع الدولة الفلانية. تركيا الان وفي السنوات القادمة اذا تحدثنا عن الشريك الدولي اللي هو الولايات المتحدة الامريكية، فالولايات المتحدة الامريكية تحت حكم الديمقراطيين او تحت حكم الجمهوريين ما تقدر الان تحرك ساكن التركية لسبب بسيط جدا، لان تركيا الان بيدها ملفات مهمة اثنين. الملف الاول ملف الهجرة، نعم، والملف الثاني كونها حاجز الصد والمنع الاول لروسيا من التقدم نحو حلف الناتو. نعم، الحرب الاوكرانيه. فاذا رحنا للشريك اللي احنا بيناتنا معاهده استراتيجيه، تعال يا امريكا انت جيتي تبنيتي هذا النظام واستثمرتي به من عام 2003 الى اليوم، صار لك 20 سنه مستثمره بهذا النظام، تعالي تحركي لنا ويا تركيا، ساعدينا. امريكا ما راح تساعد، امريكا ما راح تساعدنا. ما تخسر تركيا بالوقت الحاضر لوجود خطر الروسي على حلف الناتو، على اوروبا وعلى امريكا. طيب، ولا تقدر كذلك تتدخل بصوره كبيره لموضوع الهجره، تفتح الباب وتدخل المهاجرين مثل ما شفنا بالسنوات السابقه. الان اذا نرجع الى موضوع اخر، موضوع القرار الاستراتيجي اللي حكينا عنه. هذا القرار قلت واؤكد هو قرار دوله مو قرار حكومه. يعني اني ما احتاج الان ان نشرع قانون، لان النواب راح يطلعون قدام الناس طبعا يشرعون هذا القانون، لكن هذا القانون راح ينحط على الرف ويترسل تراب. نعم، يعني من ينفذه؟ واذا عندنا قانون الان، عندنا قانون لمنع هدر المياه، عندنا قانون للحفاظ على الانهر، عندنا قانون التلوث، عندنا عشرات القوانين اللي تخص المياه، لكن قيد التنفيذ من نطبق؟ لا، استاذه من يطبقها عيني؟ يعني طيب. انت هسه حضرتك اذا تشوفين بحيرات الاسماك اللي ذاك اليوم جففوها اللي هي غير قانونيه. نعم، هاي بحيرات الاسماك مو البحيرات العملاقه اللي تنتج يوميا مثلا فد 3 أو 4 طن سمك. هذه بحيرات تنتج لها يوميا 200 300 كيلو بالزايد. احنا نحكي على بحيرات تنتج مئات وعشرات الاطنان يوميا. هذه كلها غير قانونيه. احد قدر يتقرب لها؟ قطعا لا. احنا ما نحتاج الى قانون، احنا ما نحتاج الى تشريع، احنا نحتاج الى قرار استراتيجي من المتصدين للعمليه السياسيه اللي يشكلون، اللي يعتبرون انفسهم يسوقون انفسهم على اساس انهم ممثلين للشعب العراقي. طيب. ايها الممثلون للشعب العراقي تفضلوا قعدوا، خلوا لنا خطه استراتيجيه وقولوا لها تركيا تعالي يا ابو اوكفي تحدج لهنا احنا عندنا 1 2 3 4 توفري لنا مياه تفضلي احنا وياك، ما توفري لنا مياه راح نبدا نفعل 1 2 3 فعلا. طيب، دور منظمات المجتمع المدني بتوعية المخاطر الجفاف المائي، هل هي موجودة فعلا ام هو استعراض اعلامي فقط برأيك؟ يعني مو انا خاف تزعلون وخاف القناة تصير عليها مشكلة يا ست، الله يخليك. لا، هو هذا يعني موضوع منظمات المجتمع المدني، هو موضوع العالم كله تعرفه، يعني اعتقد هو بس استعراض اعلامي فقط. استاذة من عام 2007 الى عام 2010 عملت في الفرات الاوسط كمنسق لانشطة الامم المتحدة في مشاريع كثيرة، من ضمنها مشروع زراعة رز الياسمين اللي هو يزرع على اساس التنقيط ويزرع في شتلات عبارة عن احواض. كانت الزراعة متقدمة وتوفر المياه بكثرة جدا. طيب، وهواية احنا بنقول منظمات مجتمع مدني، تمام لو لا؟ يعني هذه اغلبها لا تقوم بدور فاعل حقيقي لصناعة قرار. نعم، يعني فعلا. في ابجديات الرأي العام وصناعة الرأي العام، انه صناعة الرأي العام تقوم به جماعات الضغط. هي منو جماعات الضغط؟ النقابات والمنظمات غير الحكومية والاتحادات، هذه جماعات الضغط.
هي اللي تشكل رأي عام. احنا لو فعلا عندنا جماعات ضغط اللي تفضلتي حضرتك سميتيهم منظمات مجتمع مدني، صدقي كثير من القرارات الاستراتيجية على مستوى الدولة نعم كانت اتخذت والموضوع انتهى، والآن احنا كان تبدل الحال غير الحال. طيب سيد تحسين، خلينا نتكلم على رؤية منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، تقول بأن العراق سيواجه عجزا في المياه بأكثر من 10 مليارات متر مكعب بحلول 2035. هذا مستقبلا، دراسات ثانية. يعني شنو يعني هذا العجز اللي نريد نعرف، نوعي أو نساهم ولو بالقليل أن نتكلم عن هذا العجز اللي ممكن يصيب العراق بالسنين القادمة؟ لا، العجز أكبر من هذا. هذا يعني كنسبة. لا أعتقد النسبة مو دقيقة. احنا بنتكلم عن العجز المائي، من نقول العراق فقط 70%. ايش قد ايراداتنا اللي كانت توصل؟ ايراداتنا كانت توصل على حوض دجلة الايرادات لحدود ال 50 مليار متر مكعب. نعم فعلا. وعلى حوض الفرات تصل ل 40 مليار متر مكعب. طيب. ولا الكارون والكرخة تصل إلى 17 مليار متر مكعب. الزاب الأسفل وديالة وغيرها. احنا اليوم نتكلم دجلة مدى يوصل 10 مليار متر. الفرات يحتضر. الكارون الكرخة صفر. الزاب إذن أي عجز. احنا نتحدث اليوم عن طيب حلول بديلة. كارثة. خلينا ندور على الحلول البديلة. احنا تكلمنا قلنا أول مرة الجانب الخارجي، هذه مسألة حقوق العراق والداخلي، الوعي، إصلاح الملف الداخلي. طيب. تكلمت عن نقطة جدا مهمة وتحفظ عليها الدكتور، أنا أيده صحيح. مو المشكلة يعني هذا الكلام قبل عرضنا. اليوم عامل الوصل، عامل الثقة بين الحكومة نعم. والمواطن هي المنظمات المجتمع المدني. نعم. هذا مفقود، لأن هذه المنظمات ما تؤدي دورها فعلا، ولا توجد. ليش خلينا نروح الجمعية مستخدمي المياه، خلينا نسأل وزير الموارد المائية سؤال هذا نريد نوجهه له. نعم. هذه الجمعيات اللي صرف عليها العراق إفادات وخرج ودم، من هم مستخدمين المياه؟ من اللي جاي يديرونهم؟ من هم الأشخاص؟ نسبة كفاءتهم، علميتهم، إدارتهم للمياه اللي حققوه. طيب هذا فشل. نتكلم اليوم، لاحظي حتى عن مسألة الصالونات الثقافية. اليوم يوميا العراقيين أزيد بلد يتظاهر، كل شيء يريد وظيفة، يريد تعيين، يريد كذا، ما تظاهر على مشروع وطني. يعني لو اكو ضغط على الحكومه فعلا، كان الحكومه ضغطت على المجتمع الدولي. انت طيب. جبتي لي فد يوم العراق وصل لهالمرحله هذه، من يوجه مظاهرات غير منظمات مجتمع مدني على الاحزاب السياسيه اللي تمتلك جماهير كبيره؟ نعم. ما قدرت انه تضغط. اليوم نسال ليش هو من يتحمل هذا غير الفاعل السياسي؟ اكيد. ليش احنا اليوم نريد نقول رئيس الوزراء اليوم بدليل موازنه ونحن في الشهر السادس وفي ظروف وفي وضع اقليمي صعب وفي ظرف قاسي لحد الان. سببها الحكومه؟ لا، مو سببها الحكومه. سببها الفاعل السياسي اللي عرقل هذا المشروع. اذا مثل ما تفضل الدكتور اليوم قال كلامنا خطابنا يتوجه للفاعل السياسي، هو المسؤول فعلا. لكن اكو وعي بالشارع بهذا الاتجاه. خلينا نعد منظمات المجتمع المدني ايش قد تعدادها بالعراق. يلا حتى نريد نقول رسالتها الارشاديه للمواطن على المياه وين الرساله الارشاديه؟ طيب هذا خلينا واضح. البدائل، مشاريع البدائل اللي ممكن. البدائل اولا احنا ما عندنا وحدات معالجه على مود نبحث للبدائل، معالجه الصرف الصحي اللي اصبح يعني اعتقد هذا ملف مهم جدا لإعادة المياه لوضعها الطبيعي. هذا أصبح ملف احنا نتكلم عنه. طيب. احنا يعني مثلا شبه معدوم. لا، ما له وجود. وهذا أخطر شيء بدليل يأثر على أمن المياه. اليوم نسبة التلوث، الأمراض، المسرطنات. فعلا. يعني نعطيكم تقارير أممية أخذت عينات من نهر دجلة قرب الرستمية، أضاءت أنه غير صالح للاستهلاك البشري، يحمل مسرطنات. ليش أمانة العاصمة تحملت هذا الأمر؟ آخر محطة صرف مياه صحي كانت يا سنة 83 الرستمية كانت. وهسه شبه معطلة. لا، لأنه احنا هذه تصممت في تعداد ونفوس غير الحالي. يعني كانت نفوس بغداد ما تتجاوز 1.5 مليون. مخرجات ايش قد تجيها وايش قد مدخلات وايش قد تنطي مخرجات. نعم فعلا. هذه أصبحت عاطلة. اليوم نتكلم عن 8 مليون نسمة في بغداد، ايش قد تاخذ مدخلات، ايش قد تنطي مخرجات. طيب هذا كله يعود لسوء التخطيط. بالعراق لا يوجد تخطيط،
لا توجد خطة خمسية، عشرية، خمسينية، هذا كله معدوم. لذلك لاحظي أيضا بعض الأحيان أمطار بسيطة تسقط تفيض الشوارع، ما عندنا نسبة عالية. هي صرف صحي. نعم. بسبب أنه هذه البنى التحتية متهالكة وصممت في تعداد ونفوس غير هذه التعداد وهذا النفوس. طيب. يعني اليوم نتكلم حقيقة عن عملية فوضوية مبعثرة، لكن وصلت أسباب خطرة. أكيد. وصلت مراحل حرجة لا يمكن الاستمرار بها، لربما ما تتحمل حتى سنوات نقدر نقول عليها. الآن نحن أنا أعتقد خلال هذا الشهرين وارتفاع درجات الحرارة سيكون الوضع وهذا الصيف قاسي وصعب جدا، ولربما ستكون هناك ردات فعل لا يتصورها البعض. نعم. الكون أنه اليوم نتكلم وضع الهجرة تغيير ديموغرافي. اليوم أنا من أهجر المواطن من أرضه، بعد انتهت أرضه ما أقدر أرجع لها. نعم. اليوم الأرض راح تفقد خواصها. طيب. اليوم هذا أصبح عبء ثاني على المجتمع. اليوم فقدت الأمن الغذائي، اليد المنتجة أصبحت مستهلكة. اليوم أنا جاي أعقد المشكلة أكبر وأكبر. هذه كلها أنا أعرف وين الخطط البرامج. إحنا صار لنا من السبعين لليوم بس نكتب خطط وبرامج ونعد قيد لكن نفذنا؟ لا. ليش هو ملف المياه ما بيه خطط؟ ما بيه برامج؟ أكيد. ما بيه دراسات؟ يلا الدراسة الروسية، الدراسة الهولندية، الدراسة الإيطالية. طيب التجارب الدول اللي ما بها مثلا تجربة مفاعل براكة بالإمارات، تكلمنا عنه. احنا اليوم بنتكلم هو بمنطقة أبو ظبي، يعني هذا الموضوع. أنت تتكلمين اليوم المصادر الأخرى بالنسبة للمياه تقصدين التحلية وغير التحلية. نعم. هذا سابقا كانت عملية التحلية مكلفة، لكن تستخدمها الدول اللي ما تمتلك مياه عذبة مثل السعودية، الإمارات. أكيد. هذه كانت بتستخدم الوقود الحفوري، فتكون عملية مكلفة جدا. لكن اليوم الطاقة البديلة عوضت، اليوم الطاقة النظيفة عوضت هذا الجانب. لكن ايش يحتاج؟ هذا؟ يحتاج إلى بنى تحتية. يعني اليوم لو موجودة البنى التحتية، أنا أقصد الأنابيب والشبكات اللي تعبض المياه، التكلفة تكون قليلة علينا بتحلية المياه. يعني اليوم الألف لتر بالسعودية ما يكلف نص دولار. اليوم السعودية أكبر منتج للمياه العذبة بالعالم بواسطة التحلية عن طريق الطاقة طيب. النظيفة. الإمارات أيضا تدخل تجربتها. ما يوجد لدينا ساحل بالبحر، لكن أنا أقول لك ستة نسوي إحنا هسه بدينا نرتكب خطأ أكبر، الذهاب إلى المياه الجوفية واستخدام الخزين الاستراتيجي. إذا نحن نصرف كل ما لدينا، ما عندنا حتى ولا نضع أي شيء وأي احتياط لأي طارئ، وهذا خطر جدا مهم. وعلى الكل أن يعي هذه، هو خطاب، هي نعم. رسالة طبعا. نحن هذا المنبر رسالة موجه. بالمناسبة حتى لو نكون مبالغين نوعا ما، لا ضرر كون ان هناك خطر. ملف مهم وبحاجه الى ان ياخذ هكذا، يعني يكون بهذه الدرجه من التحذير. انا قلت الان تجاوزنا مساله التحذير، وصلنا الى مراحل خطره، ونلاحظ انه احنا نتراجع باستمرار، ماكو تقدم مثل ما تفضل الدكتور. وانا ايد انه اليوم الهم كله انه اني شلون اخذ، ايش قد راح اخذ بالحكومه، وايش قد راح يكون عندي تمثيل، وايش قد نسبتي. لكن حسبوا لنا نسب النجاح. احنا نريد اليوم اللي يريد ياخذ الحكومه واللي يريد يشكل قاعده اكبر هو على اساس النجاح. نريد اوراق نجاح لكل حزب. لنفرض الحزب الفلاني نجح بالورقه الفلانيه، حتى يرجع ثقه المواطن وحتى الدولة تقيم نفسها. مضبوط، صحيح. هذا جانب. الجانب الثاني اللي نتكلم عنه اليوم، يعني هذه الظروف نحتاج الى رسالة ارشادية تحذيرية مهمة جدا. نعم. انا متأكد كل مراسليكم يعانون الى ان يوصلون للمعلومة، بينما المفروض الوزارات اليوم هي تطرق ابواب الاعلام في سبيل ان تعطي اعلاناتها كلها خجولة في عملية استخدام المياه ومخاطر المياه وتحذيرات المياه. نذهب إلى استخدام المنابر والوعظ الديني. اليوم مهم جدا. نعم. أنه منابرنا تتكلم مثل ما منابرنا تكلمت عن خطورة الإرهاب وخطورة المخدرات وخطورة اليوم. أيضا هذا الملف مهم الصالونات الثقافية أن تتحرك، مهم من يمتلكون قاعدة جماهيرية كبيرة بالتحريك بهذا الملف.
يعني اليوم بلد اني ايد النائب الدكتور واقول له كان صريح جدا عندما قال انه اليوم مهددين اخطر من الارهاب. نعم. الارهاب عدو ممكن ان نقاتله وقاتلناه فعلا وكانت ملاحم بطوليه وانتصرنا على هذا الارهاب. طيب. لكن هذا عدو مخفي خطر. اذا نحتاج الى اراده وطنيه. طيب. لهذا الملف. دكتور علي، يقول مراقبون أن مشكلة التحلية ممكن هي تحل مشكلة التعطش بالمحافظات الجنوبية كتجربة، كنقل تجربة مثل دول الخليج، يعني الموازنة، وتحتاج لها إلى يعني مشاريع. هذه المشاريع تحتاج إلى رأس مال كبير جدا. طيب الموازنة تقدر توفر هذا يعني الإنشاء البنى التحتي وفق جدلية الموازنة ولحد الآن لم يتم الموافقة عليها؟ شكرا عيني. شوفي عيني أستاذة، احنا إذا نحكي على تحلية المياه، نعم. مياه الخليج، هذا المشروع ما تقوم به حكومة واحدة. يعني المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وغيرها من البلدان المتشاطئة مع العراق خليجيا، هذه ما اعتمدت على مواردها فقط المادية وقامت بعمليات تحلية المياه. هذه يدخل بها مشاريع استثمارية وتدخل بها يعني قضايا سياسية وقضايا اقتصادية. طيب. لدول أخرى، يعني قضية حسابات سياسية واقتصادية. فموضوع مو فقط دعم حكومي. موضوع الفلوس، احنا بالعراق آخر شيء ممكن أن نفكر به الفلوس. خليني أكون صريح واكون اكثر صراحه. يعني يقولون اخر برميل مو يطلع نفط من العراق، مو هيك اسمع دائما يقولون الخبراء النفط او كذا. انا لما اقول مسؤول عن كلامي، اخر دينار هو يطلع من العراق. العراق بلد ما تنضب الخيرات مالته، لكن احنا غير مستثمر بالطريقه الصحيحه. احنا عندنا سوء توزيع ثروه عيني انت، سوء توزيع ثروه. نعم. سوء توزيع عمل. يعني استاذ تحسين قبل شويه والله يعني حكى بدي حكايه حقيقه يعني على الجرح مثل ما يقولون. اطلع مظاهره على مود تعيين، زين، اطلع مظاهره، طبعا هو حق مشروع هذا، تريد توفر لعائلتك والله انا معك. لكن انا ما فد يوم شفت حزب سياسي ثقف جمهوره او سوى برنامج من ضمن البرنامج الانتخابي موضوع المياه. زين، احنا موضوع استعمار الصحراء ليش لحد الان ما فكرنا به؟ احياء مشروع 777 النووي العراقي، لحد الان احنا ما فكرنا به. مشروع 777 النووي اللي ضربه الكيان الاسرائيلي شهر السادس عام 81 بطائرات الفانتوم الاف 5 ودمر، اللي هو كان المفاعل الروسي والمفاعل الفرنسي والمفاعل الايطالي. طبعا هو كان اهم شيء هو المفاعل الفرنسي اللي يتحطم بالتويسه يعني بالزعفرانيه. لحد الان احنا هاي الصحراء ما مستعمريها. نقدر نستعمر الصحراء زراعيا، نقدر نستعمر الصحراء استثمار طاقه نظيفه، يعني طاقه شمسيه زائدا طاقه هواء، طواحين هوائيه. نقدر في هذه الصحراء نعيد انشاء مشروع 777 النووي. هسه مو مشكله من ينشأ، فرنسا، الصين، امريكا، الجن الازرق، ما سندباد، ماكو مشكله. احنا لازم نعيد التفكير بتوزيع الثروه، نعيد التفكير بكيفيه التعامل والتعاطي مع الخيرات والموارد. ينبغي ان نفكر ان برامجنا السياسيه تكون برامج توعويه. انا اذكر عباره للدكتور حيدر العبادي قال، هو كانت جدا مهمه طبعا في وقتها، قال المجتمع بحاجه الى اعاده توجيهه من جديد. وانا حقيقه هذا الموضوع يعني اعمل عليه انا ومجموعه من الزملاء الاكاديميين زملائي في العمل، سواء على مستوى الدراسات العليا او على مستوى الدراسات الاوليه وحتى على المستوى الشخصي من خلال مدوناتنا. احنا يا استاذه لا تنقصنا الموارد، لكن تنقصنا سوء اداره الموارد. نعم فعلا. لا ينقصنا المساحه، لكن ينقصنا سوء استخدام المساحه. لا ينقصنا العقل الاستراتيجي، لكن ينقصنا الإرادة الاستراتيجية يعني الموضوع ببساطة احنا جاي نعيش الآن بالقدرة. طيب
السيد السوداني أكد أن الدولة أو الحكومة لا تدعم المزارعين والفلاحين الذين يستخدمون طرق الري القديمة، حتى تركيا لا تتحجج بهذه الطرق. طيب ماذا يعني ذلك بالنسبة للمياه؟ يعني اولا انا مو موظف على تركيا. نعم. السوداني سيد السوداني مو موظف على تركيا حتى تركيا توجهه، هذا اولا، يعني لازم يعرفون هم وين قاعدين. لكن هي سوء قصده انه سوء استخدام ممنون. المياه بالطريقه، يعني عزيز تفكير صح. انا برسم خدمتكم. اكو مشروع الري بالتنقيط والري بالمضخات. نعم. هذا بال2001 الامم المتحده اجبرت النظام البعثي البائد بتنفيذه. وما اعرف هسه تتذكرين، انا اتذكر لان كبير، اتذكر شلون طلع المقبور عزة ابراهيم وطلع المرشات بالاسحاقي وبالنباعي اللي هي مناطق زراعيه. هذا المشروع، مشروع المضخات ومشروع الري بالتنقيط ومشروع استعمار الصحراء، هذا هو واحده من استراتيجيات الدوله. يعني الدوله عليها ثلاثه امور، ان توفر ثلاثه امور. الامر الاول الامن المجتمعي، يعني امن الدوله ككل، حدود وداخل. اثنين الامن الغذائي، السله الغذائيه. نعم. هذا رقم اثنين. ثلاثه عليها ان تفرض هيبه الدوله في كل مكان. ايتها الفاضله، انت وضيفك الفاضل، دائما اقول الدوله كل شيء تملك الا امرين ما تملك. لا عندها كرامه تنهان ولا عندها ايد التلوي. ما حد يقدر يلوي ايد الدوله ولا حد يقدر يتجاوز عليها كدوله مو كحكومه. نعم. انا الان من اتحدث السيد محمد الشاع السوداني والذي سوف ياتي بعده، عليهم ان يخرجوا من عقليه المعارضه الى عقليه الحكم، الى عقليه بناء الدوله. بابا انت منو اردوغان حتى يشارك عنده موظف يقول لك قنن مياهك انا انطيك مياه؟ انت منو عينك علي يعني منو عينك علي مدير عام او جنرال مانجر حتى تقول لي شو اسوي ما اسوي؟ انا عندي مشاكل. نعم، احنا العراق بلد قبائل، بلد عشائر. اليوم من اني مثل ما قال فضل زميلي وضيفك الكريم استاذ تحسين، اليوم اني من اطلع مواطن من ارض الزراعيه، هذا انتهى بعد. انا سويت خلل بالتركيبه الديموغرافيه. نعم. سويت خلل بالتركيبه الاجتماعيه، سويت خلل بالتركيبه الاقتصاديه، افقدت جزء مهم من السله الغذائيه. هذه قضايا الدوله لازم توفرها، فكر بيها. مو قضيه اعتباطيه. يعني اليوم اريد اسوي محطه تحليه مياه بالبصره او اريد اسوي محطه تحليه مياه بالرميله، ماكو مشكله، بس الدوله تنفذها. طبعا مو الدوله تنفذها، الدوله تدخل كشريك استراتيجي، لان هاي مشاريع استراتيجيه، مشاريع سياديه. طيب لا تحتاج الموازنه، ما تحتاج استثمارات الى يعني تمويل مالي من الموازنه؟ هل تقدر توفر هذه الماليه؟ طبعا عندنا امكانيه، لكن عندنا عجز حسب ما ذكر. لا استاذه هذا العجز، اذا تسمحي لي حضرتك، هذا العجز بالسياسه الاقتصاديه يسموه عجز تخميني. نعم. انا اليوم حضرتك ام بيت، اضرب مثل بسيط. ام البيت يجي ابو البيت ينطي مبلغ مالي، يقول له هذا المبلغ المالي تصرفين به سنه او تصرفين به شهر، يعني عندها موازنه. انت نعم. بعد ام البيت تصرفين، تمام؟ انطيت 1,000,000 دينار نفترض العائلتي المكونه من 7 اشخاص. المدبره، الام البيت المدبره ذات العقليه الاستراتيجيه وذات العقليه الاقتصاديه ما تصرف كل المبلغ، فبالنتيجه ما راح يصير عندها عجز. ومره لا، مره ام البيت تبذر فيصير عندها عجز، ومره ما تنفذ كل الخطط الراسمتها فيصير عندها وفره. انت تتصورين حضرتك ضمن النظام البيروقراطي الاداري العراقي انه المحافظات والوزارات والهيئات المستقله تقدر تصرف كل التخصيصات مالتها؟ جواب لا. زين اذا قدرت تصرف 30 الى 40%، طيب. يعني راح يصير عندها 60% او 50%، خلينا نقول
50 50 اصرف 50 ابقي ضمن النظام البيروقراطي، كتابنا وكتابكم ولجنتنا ولجنتكم. هذا ال 50% نهايه 16 12 وين يودي؟ يرجع للخزينه. هذا من يرجع الخزينه شو يدخل استاذه؟ يدخل وارد للخزينه. لذلك العجز تخميني. الحكومه لديها المئات آلاف المنافذ، مئات آلاف مو آلاف المنافذ لتوفير المبالغ التي تحتاجها المشاريع الاستراتيجية للدولة. أؤكد استعمار الصحراء، الطاقة النظيفة من ضمنها النووية والهوائية والطاقة الشمسية، وتحلية المياه، وتوفير الأمن الغذائي. هذه مشاريع دولة استراتيجية تنفذها الدولة كسيادة لها 51% و49% استثمار. طيب هذه وجهة نظري طبعا، مو جاي أفرض رأي أو كذا، لا وجهة نظر. أحسن دكتور علي، الوقت لا يتسع لنا للحديث أكثر عن موضوع حلقتنا. نشكر انضمامك لنا ومشاركتنا الحوار. اهلا وسهلا بكم، شكرا جزيلا لاستضافتكم. شكرا جزيلا لك. شكرا لك وضيفك والمشاهد. شكرا حياك الله. شكرا عيني. اهلا وسهلا. سيد تحسين، نشكر حضورك ويانا ومشاركتنا الحوار. انا سعيد معك ومع الدكتور، وكان ان شاء الله سبحانه وتعالى تكون رسالتنا مثمره ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم. شكرا. وأنتم مشاهدينا الأكارم بالإمكان متابعة هذه الحلقة مع بقية برامجنا عبر الإشراق TV.IQ والإشراق سوشيال على فيسبوك وانستغرام وتيك توك وتويتر، وقناة الإشراق الفضائية على يوتيوب وتليجرام. دمتم في أمان الله.